سلام مستمعيني الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نديروا العجينه المورقه طلبا على واحد المتتبع. قالت لي ديري لي العجين المورق، غنديرها فيديو مي فضلت نعاودها لكم بالك ما تكونوا ما شفتوه. العجينه المورق هذا هو النتيجه اللي تحصلنا عليها. شوفوا التوريق راه واضح جدا، عجينه المحترفين. كما نعرفوا لاباط فيتي عاد متعدده الاستعمالات، سواء مالح ولا حلو، متعدده الاستعمالات. نخدموا بها لي كوكا، لي مونشون، لي شوسون حلوين ومالحين، نخدموا بها بزاف صوالح. انا غادي ندير لكم حاجه حلوه وحاجه مالحه. اول حاجه غادي نتفضلوا هذا الفيديو نشوفوا الطريقه ونشوفوا كيف غادي نحضروا هاد لاباط فيتي، وفي فيديو اخر ان شاء الله غادي نوعدكم ندير لكم حاجه يا حلوه يا مالحه. يلا نروحوا للمطبخ نحضروا هاد لاباط فيتي تاعنا. نبدا في الوصفه تاعنا على نهار اليوم، سهله. نحتاج فيها 500 تاع الفرينه. هذه وصفه تاع المحترفين بالتدقيق، تاع لي شيف فينوازغي واللي يخدموا بها لي شيف. كما تعلمتها غادي نوريها لكم بالتدقيق وبالتدريج. جيبوا غير ورقه وستيلو باش تدوا المعلومات وتدوا لي تور اللي غادي نخدموا بهم، باسكو جاي شويه كومبليكي هي في لي تور. غادي نوري لكم الفرينه تاني اللي خدمت بها باش تخرج لكم ناجحه 100%. انا نخدم دائما بهذه تي 45. انا نخدم ماما، كاين سفينه تاني تي 45 مي نخدم انا بهذه. لا بات فيتي تاعها تخرج روعه، تخرج بزاف شابه. جربت كاع الانواع تاع الفرينه بصح هذه تخرج امبيكابل. نحتاج 200 تاع الماء، 200 غرام تاع الماء. اللي عندها ميزان ماذا بينا توزن، اللي ما عندهاش تاع الماء انا وزنته ودرته هنا في الكاس باش نوري لكم. اللي ما عندهاش الميزان كاس قل ربع تاع الماء. ها هو كاس، شوفوا نقلع منه. شوفوا قد مامبا هكا واحد 5 مليمتر، هكا نص سنتيم راه لهنا، نص سنتيم راه له تاع الماء. ولا توزنيه 200 غرام تاع الماء، ضروري توزنيه. هنا عندي 50 غرام تاع الزيت، دوك نوريها لكم بالمغرف شحال. وعندي هنا مغرف تاع قهوه تاع ملح. وهنا عندي 250 غرام تاع مارغرين التوريق. هذه افضل نوعيه، هذه لي باريزيان ولا البيرسيه. تخدموه كيما هكا، تخلوه في بلاصه تكون دافيه، ما ديروش فريجيدير، خرجوه بيتوه على برا باش ما يغبنكمش ويسهل لكم يتمشى لكم مع الفرينه ولا مع العجينه تاعكم، يقعد لكمش محبحب. وخدموه هكا، خدموه نقعدوا طبقوا فيه وتحلوا، طبقوا فيه وتحلوا، تضربوا هكا باش يتقرد لكم هذاك الدهون اللي فيه. 10 غرام تاع الملح. نبداو بسم الله. عندي هنا الزيت، خليني نحسب لكم الزيت. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 نقول حتى 7 مغارف تاع الزيت. 7 مغارف تاع الزيت ما يكونوش معمرين بزاف. 7 مغارف تاع الزيت. نحتاجو كاس تاع الماء كيما هذا، مقلوع منه غير شويه، واحد 5. واللي ما تعرفش تبدا دير غير بشويه حتى تشوف العجينه تاعها تليمت. ما نسحقوش العجينه تاع لاباط فيتي تكون يابسه. وعندي هنا 10 غرام تاع الملح. شوفوا قيس تاع مغرف تاع قهوه، هاهي تكون بومبي اللي عندها ميزان. دونك هذه هي العجينه تاعنا، ما نخلوهاش بزاف جاريه وما ندلكوهاش. لاباط فيتي عكس لاباط فيتي المخمره ولا لاباط فيتي لوفي. العجينه المورقه المخمره تاع الكرواسون تاع البتي بان تاع البان شوكو هادو يليق ندلكو العجينه تاعها. مي لاباط فيتي العاديه ما ندلكوش. نلمو نغطوها بان ساشي يكون نقي، ماشي سربيته، ان ساشي باش هذاك لوميديتي تاع اللي راهي هنايا والماء اللي لمينا به العجينه ما ينشفناش. غادي نغطيها ونخليها تريح واحد شويه.
دوك هنا غطيتها بهاد لي صافي نقي. راني موجده زبده التوريقه تاعي. دوك يبقى لي غير لي تور. قلت لكم جيبوا ورقه وستيلو باش تكتبوا لي تور وتكتبوا عدد الدورات اللي نسحقهم في لاباط فيتي باش تجيكم شابه وتجيكم مرقه وتطلع لكم مليح في لو فوغ تاعكم. دوك انا هنا غادي ندير في عندي هنا خبز الباكيت. راني عاجنه خبز الباكيت غادي نخدمه ونجي بلا ما ريحه العجينه تاعي ونجي نكمل لي تور. دوك غادي نعجن هاد الخبز تاع الباكيت ونوريه لكم في شكلها الاخيري. الا عجبكم غادي ندير لكم فيديو على خبز الباكيت. نتلاقاو بعد قليل ان شاء الله. دوك هنا نكملوا الوصفه تاعنا. العجينه تاعي راهي ريحتها مليح. شوفوا واش ربط. غادي نجيب شويه تاع الفرينه شويه قبل ما نحط هذيك المارغرين تاع قبل ما نحلو قبل ما نغطوا المارغرين تاعنا. بسم الله نبداو. هنا نغطيها نسيي نقفل مليح باش ما تنحليش. دونك ضروري هاد العمليه تاع من الوسط باش هنا هاد المارغرين تتمشى لي منها وتتمشى لي منها ما تقعدليش في الوسط. دوك هنا نبدا نحل. دوك هنا تبغوا تحلوا تبداو بالدو تور وتروحوا تبداو بالان تور وتروحوا. انا هنا غادي نبدا بالان تور باش المارغرين تدخل لي مليح في العجينه تاعي. هنا رانا في الان تور. دوك نديرو الدوبلو تور. هذا دوبلو تور. نزيدو نطبقوها هنايا. هنا شنديرو باش ما نغلطوش غادي نخلوها تروبوزي شويه بين لو تور نخلوها تروبوزي شويه. هنا نديرو هكا. انا دايرين درنا الان تور درنا الدوبلو تور. دوك هنا شي يبقى لنا هذا الدوبلو تور. ديرو هكا اثنين. هذا الدوبلو تور غادي نحلوه هكا باش ما تنساوش راكم دايرين ديروا هادو. غرسوا صباحكم هنا بلي راكم في الدوبلو تور. غادي نخليها تروبوزي شويه ونجي نعاود نحلها معكم. دوك انا كي تخلوها تروبوزي غطوها. دوك هنا درنا الدوبلو تور خليتها ريحت شويه. دوك نجي نحل هذاك الدوبلو تور. خلوها تروبوزي باش ما تغبنكمش باش تولي لكم. دوك هنا رانا حلينا الدوبلو تور. غادي نعاودو نديرو الان تور. وملي تقعدوا تحلوا ما ترقوهاش بزاف باش هذيك الطبقه تاع المارغرين ما تروح لكمش. خلوها شويه خشينه غير حلو وصاي. دوك هنا رانا دايرين الان تور. نديرو صباعنا هكا بلي رانا دايرين الان تور باش نجو نحلوها. نعاود تاني نفهمكم. كنا درنا المارغرين حليناها في وسط العجين حليناها مليح هذاك ما يتسمى والو. نعاودو درنا دوبلو تور تما نبداو نورقو. درنا دوبلو تور وحليناها خليناها ريبوزيت وعاودنا درنا الان تور. هذا هو الان تور. دوك نجو نكملوا العمليه مع بعض. دوك هنا بعد ما تريح نعاود نجيب ثاني شويه تاع الفانيله ونحل الان تور. دوك هنا حلينا هذاك الان تور. دروك كنديروا الدوبلو تور.
دوبل تور. دونك غادي كي نحلوه تبقى لنا ان تور هو التالي. دونك خليها تربوزي شويه ونجي نحلها معاكم. دوك هنا نجيو نحلو الدوبل تور. نحاول هذا الدوبل تور هنا بيان سور ما غاديش تطيقوا تحلوها هكا، دائما مشوا هكا بالورق تاعكم. دوك هنا حليت هذوك لي دوبل تور. دروك الان تور. الان تور هو النهايه، هو اللي عليها نحلو باش نبداو نخدمو. كيما هكا غادي نحتفظوا بها في الثلاجه ولا في المجمد. هنا كي تبغوا تقسموا ما تجوش هنا في هذا الطبقات، ارواحوا منا هنا وقسموا باش تخدموا لاباط تاعكم. هذه هي لاباط فيتي تاعنا لنهار اليوم، بزاف سهله تاع المحترفين. تبعوا غير الخطوات غادي تنجحوا فيها باذن الله. ودائما جيبوا ورقه وستيلو باش تكتبوا المعلومات اللي كنت قلت لكم عليهم باش ما تغلطوش في لي تور وفي الاسماوات تاع كل خطوه. دوك هنا غادي نغطيها ونخليها تريح. الى عنا هنايا شويه زياده تاع الفرينه ماذا بينا نمسحوها بالبانسو باش نخدموا بها. غادي نغطيها ونخليها تشد روحها شويه في الفريجيدير باش هذوك الطبقات تاعنا يشدوا رواحهم، ونجي نوريها لكم ان شاء الله. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهايه الفيديو. هذه هي لاباط فيتي تاعنا. شوفوا التوريق راه مورق نفسه. شوفوا نتمنى تعجبكم الطريقه تاعي وتجربوها وتنجحوا فيها باذن الله. والى اللقاء مع وصفات سهله وبسيطه واقتصاديه. اكيد غادي نوعدكم غادي نخدم لكم بهم حاجه مالحه وحاجه حلوه باش تشوفوا النتيجه تاع لاباط فيتي تاعنا. الى اللقاء مع وصفات سهله وبسيطه واقتصاديه من مطبخ امونه الجزائريه. كما العاده نقول لكم سلام احبائي ودمتم اوفياء. الى الملتقى ان شاء الله.